النهارده حصه الف ليله وليله، واجمل الليالي واجمل الحصص اللي احنا مستنيينها بقالنا كتير. حصه ايه؟ كتابه الباراجراف اللي كلنا نفسنا نكتبه، مش عارفين نكتب الباراجراف يا عم جين يا ابو سعيد يا ابو سماح. الباراجراف يا جدعان اللي عامل لنا قلق وقلو في دماغنا. بص يا باشا، انا في الحصه دي وعد مني قدام ربنا ان شاء الله تكتب اتخنها باراجراف او اتخنها ايساي اللي هو المقال او الباراجراف. هفهمه لك بالراحه الباراجراف ده عباره عن ايه. واحد رايح يتقدم لواحده، حلو الكلام، حلو. لازم وانا رايح اتقدم لواحده اتجوزها، مين دي؟ من عيله ايه؟ بتشتغل ايه مثلا؟ مؤهلاتها ايه؟ حياتها ايه؟ هل هي كويسه؟ هل هي وحشه؟ اخلاقها عامله ازاي؟ هل عصبيه؟ هل المهم ان انا اتعرف على العروسه. حلو حلو. انا راجل يا عم، هدخل في شقه ايجار ولا شقه تمليك؟ طيب الشقه دي كام اوضه ولا كام صاله؟ الشقه دي طب بعد ما عرفنا انها كام اوضه، الاوضه دي اوضه النوم، اوضه الاطفال، اوضه السفره، هنا الانتريه، هنا المطبخ، كل حاجه من دي هنحط جواها حاجه، والحاجه دي هنحط جواها حاجه ثانيه. المطبخ ده في ايه؟ في مطبخ خشب ولا مطبخ الوميتال؟ احنا مش عارفين. فانت دخلت بقى نحط هنا ايه؟ كذا النيش، هنحط هنا طقم البايركس. فالكلام ده كله اسمه بيندمج تحت كلمه اسمها الباراجراف. طبعا حضرتك مش فاهم اي حاجه، خليك معايا للاخر وانت تفهم كل كلمه انا بقولها. يبقى الباراجراف عباره عن ايه؟ انت راح تتقدم لعروسه، بس بعد كده دخلنا الشقه. الشقه دي نظامها ايه؟ عرفنا تكوينات الشقه، امين امين. بعد كده عرفت ايه؟ مميزات وعيوب الشقه اللي انا هسكن فيها دي. هي في الدور الثاني. طيب عيوبها ان في جيران فوق تحت وجيران تحت وحشين، يعني فوقنا جيران وحشين وتحتنا تحت جيران وحشين. بس ميزتها، ميزه الشقه دي انها في الدور الثاني. حلو الكلام. فلما اجي اقول رايي اقول لك يا باشا الشقه دي انا رايي فيها هي حلوه ومش وحشه. حلوه انها في الدور الثاني، وحشه عشان الايه؟ الجيران بتاع. بس رايي يا سلام لو كانت في الدور الرابع، مش مهم. فاهم ازاي؟ فهي الحلوه ومش حلوه. فده رايي. ده الباراجراف باختصار. الباراجراف ده بالظبط يا معلم عامل زي سندوتش البرجر، فوق عيش وتحت عيش وفي النص الحشوه الجميله بتاعتنا. ضحكوا علينا وقالوا لنا ان انت عشان تبدا الباراجراف تبدا ابوس دماغك بكلمه there is no doubt that this paragraph is important in our life، يعني مما لا شك فيه ان هذا الباراجراف يمس جانبا هاما من جوانب حياتنا اليوميه. مما لا شك فيه يالا الهي جاموسه تايهه وعمية تشكك في جنابك يا بعيد. ايه مما لا شك فيه دي؟ نفسي افهم. بنتكلم عن اي حاجه، بيقول لك احكي عن حياتك يا اخي. انت مين يالا فاسد يالا في الدنيا عشان تقول لي انا مهم في حياتي؟ مين انت؟ مش اي باراجراف تكتب there is no doubt that، يعني مما لا شك فيه. بلاش دي. ناس تانية بتقول لك ايه؟ I'd like to tell you this paragraph is in our مش hi my name is 010. انت راح تخطب. والمصيبه اكتر كلمه بنفضل نكررها في كل باراجراف important 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 it's very important very 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 important important. ليه يا اسطى؟ ليه يا باشا؟ ما ممكن تكون حاجات مش important. طيب بص بقى يا معلم، الباراجراف ده في كذا منه كذا نوع، في كذا نوع. احنا بنتكلم باراجراف وليس ايساي، لان احنا عندنا في حاجه اسمها باراجراف وعندنا في حاجه اسمها ايساي. الايساي ده مقال. المقال ده بيتكون من باراجراف ل10 باراجرافات. ايه الباراجراف بقى؟ الباراجراف ده بيتكون من مقدمه وبادي اللي هو الانترودكشن اللي هي المقدمه، والبادي اللي هو الحشوه، اند كونكلوجن اللي هي الخاتمه. حلو الكلام. فده الباراجراف. انما الايساي بيتكون من كذا باراجراف. وصلت لك الفكره؟ فده ايه ده الايساي؟ ده الفرق بين ده وده. انت دلوقتي ما عادش عندك الكلام ده، عاد عندك يا اما تكتب 6 سطور يا اما تكتب 120 كلمه وحاجات من دي كلها. فالموضوع بقى اسهل بكتير من الاول. بس كطالب ثالثه ثانوي بيتسال في ايه؟ بيتسال في ما انواع المقالات والحاجات دي هناخدها بعدين ان شاء الله. انما طالب اولى وثانيه ما عندوش الكلام ده اللي هو بيتسال في انواع المقالات. انما طالب ثالثه في له حصص معايا كتير ثانيه، انواع المقالات وازاي نعمل وازاي نسوي لهم الحاجات دي، انتظروها ان شاء الله يعني. ما علينا. فانت دلوقتي عندك ده الباراجراف، مقدمه وبادي وخاتم. حلو. في المقدمه لازم تعمل حاجه اسمها هوك. هوك يعني النهارده انا كجينو حبيت ان انا هبدا الاول كلامي بفوائد التدخين. ايوه فوائد التدخين. ايوه التدخين له فوائد وهقنعك. التدخين له فوائد ازاي؟ السيجاره اهي. كل ما اكون متضايق بتشرب سيجاره مودك بيهدى. كل ما اكون مبسوط بتشرب سيجاره بتهدى. كل ما بكون منفعل بتشرب سيجاره بتهدى، لان النيكوتين بتاع جسمك مش مكفي، فالنيكوتين ده بيظبط لك المود بتاعك. وهقنعك اكتر لو حضرتك جبت شوكولاته دارك وكلت كتر شوكولاته هيجي لك مرض السكر. حلو الكلام؟ حلو. لو انت سمعت الكلام اللي انا قلته ده وصدقته فانت متخلف. ده بجد، كل اللي انا قلته ده هبد، مفيش الكلام ده. كده انا عملت ايه؟ اقنعتك وخطفتك لمده نص دقيقه، قاعد اجيبك اقول لك الفوائد بتاع التدخين والكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها فوائد التدخين، تنهزر.
تمام؟ فدي اسمها الهوك، ان انا اقول لك حاجه جذابه تخطفك في اول الجمله او اول الكلام. حلو حلو. يعني انا مره كانت طلب مني مقال ده من زمان قوي عن الليجال اميجريشن، عن الهجره الغير شرعيه. تخيلوا الهوك بتاعتي كانت ايه؟ انا بقول لكم بعربي عشان تفهموا يعني. تخيل لو صحيت من النوم لقيت اعز الناس على قلبك ماتوا، والحد العزيز على قلبك ده انت كنت بتحبه جدا لدرجه لا تصدق، لدرجه كبيره جدا من الحب، وعرفت ان هو مات بسبب ان هو راح يدور على لقمه العيش وغرق في وسط البحر بسبب لقمه العيش. فايه شعورك لما تعرف الخبر ده؟ وانا بحكي لك دلوقتي انت جسمك اشعر، انا متاكد ان جسمك اشعر. فده اللي انا عملته، انا بخطفك بالراحه خالص من غير ما تحس. فدي اول حاجه اسمها ثيرز، يعني الخطف او الهوك. الايه المقدمه بتديلك خطفه. طب انا عايز اخطف اللي قدامي بنسبه كبيره جدا، اخطفه بيه سؤال. حاول تبدا دايما بسؤال او تخيل، سؤال او تخيل، وهنعرف الكلام ده كله هنتكلم مع بعض. يعني مثلا التكنولوجيا، اتكلم عن التكنولوجيا. ممكن تخطفه بكلمه جميله جدا، تقول له تخيل ان انت صحيت من النوم لقيت نفسك مواليد سنه كذا قبل الميلاد من غير اي تكنولوجيا، ماذا ستفعل؟ او ماذا كنت تفعل؟ اذا ستعرف ان التكنولوجيا هي شيء مهم جدا في حياه كل شخص وما نقدرش نستغنى عنها. انت فاهم؟ شفت مقدمه حلوه. نتكلم عن القراءه. تخيل صحيت من النوم، بلاش صحيت من النوم، تخيل ان انت لا تعرف القراءه ولا الكتابه وحد مضاك على عقد بيتك، فاذا القراءه شيء مهم جدا. حلو الكلام. وهكذا ناس بيعوك ارض، بيعوك بيت، والكلام ده كله. واحد بقى دلوقتي هيجي يقول لي يا جينو انا لا اعرف شيء ولا عارف اي كلمات ولا عارف اي بدنجان في الحلاوه، اجيب منين الكلمات؟ هقول لك انا الموضوع اسهل مما تتخيل يا ابو سيد. طيب بصوا، انا اعتبر ده بس ناخد بقى شاي. اعتبر دي ورقه الامتحان. ده ايه الامتحان؟ الانجليزي بيتحل منين يا باشا؟ الانجليزي بيتحل من الشمال لليمين. حلو. لا احنا هنحله من اليمين للشمال يا راجل. ازاي؟ اللي انا طالبه منك اول ما تفتح ورقه الامتحان بص على الباراجراف بس واقفل تاني، وبعدين ارجع من الاول تاني. اول ما تفتح ورقه الامتحان بص على الباراجراف، شكرا جزاك الله كل خير، بعدين نرجع لايه؟ حل الامتحان. وانت بتحل الامتحان السؤال الاولاني، السؤال الثاني وانت بتحله ايه ده؟ انا جات لي فكره، اروح راجع ورا في المسوده كاتب الفكره اللي جات لي في الباراجراف بالعربي. ارجع تاني في السؤال اللي انا كنت واقف فيه الثالث الرابع الخامس، جات لي فكره، اروح راجع تاني في المسوده كاتب الايه؟ الفكره اللي جات لي على الباراجراف. طب دي بتفيد بايه؟ وهكذا لحد ما تخلص الامتحان. ده بتفيد بايه؟ بتفيد حاجات كتير. هقنعك. لو انا قلت لكم دلوقتي بالله عليك ما حد يفكر طول المحاضره في الفيل اللي لونه احمر، ما حدش يفكر في حاجه اسمها فيل لونه احمر. انا لحد ما اخلص المحاضره وبكره وبعد هتفضل تفكر في الفيل الاحمر، ان انا اديتك اوردر بتعمله وانت ما تعملوش، وانت كده كده هتعمله، مخك هيقول لك اعمل كده. فدي حاجه في علم النفس، ان انت لما تدي اوردر لعقلك ان هو ما يعملش كذا بيعمل كذا. اكبر دليل لما تبقى راكب توك توك او راكب ميكروباص بتلاقي، او انت بتسمعني من اسكندريه مشروع، تمام، بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان طول ما انت راكب العربيه في اغنيه شغاله، اول ما بتنزل من الميكروباص تفضل الاغنيه دي شغاله في مخك لحد ما تنام. ليه؟ لان انت سمعتها مش كامله، ناقصه. بس عايز تخلي نفسك ان الاغنيه دي ما تروحش من مخك او تروح من مخك، حاول ان انت تسمعها كلها على بعضها، فتلاقي نفسك ايه؟ انا مش بحرضك على الفيسق، تمام؟ فانت لو سمعتها كلها خلاص الموضوع انتهى. دي بالظبط في المذاكره وبالظبط في موضوع الباراجراف والحاجات دي كلها. حلو الكلام. فده اللي انا طالبه منك، ان انت تبص في الباراجراف في الاخر، بحيث ان انت ده مش وقته دلوقتي، ده في الامتحان، بس انا طالبه منك دلوقتي تسمع الكلام اللي انا هعمله ده وتطبق اللي انا هعمله، بحيث ان الموضوع يبقى سهل ولين معاك خالص فوق مما تتخيل. تمام. طيب هجيب منين كلمات؟ الموضوع اسهل مما تتخيل. الممارس غلب الفارس. تمام. ان انت كل اسبوع تعمل باراجراف وتوريه للمستر او تبعته للاسيستنت عندنا وتوريه لي وتقول له يا جونيور لو سمحت علمه لي، عادي جدا انا هبقى مبسوط. بعته للاسيستنت، الرقم اللي هو اخره 13، مش الارقام الثانيه عشان ما تبهدلوش الدنيا خالص، الرقم او على التليجرام، واحنا كده كده هنشوفه ونعلمه لك. تمام. بس ايه؟ تبعته منك لنفسك. طب ما تيجي نشوف الكلام ده مع بعضينا احسن، ونشوف ازاي نكتب باراجراف مع بعض، وبعد كده نطبق الكلام ده على عملي مع بعضينا، ونشوف ايه كل حاجه جوه الباراجراف بتبقى ماشيه ازاي. نكتب مثلا عن تكنولوجي اللي هي ايه؟ التكنولوجيا. اول حاجه حضرتك بتسيب مسافه كلمه، نعتبر ان دي الصفحه، فبتسيب مسافه كلمه. الكلمه عندك في الصفحه اللي هي مسافه 70 او صابع، بس هنا المسافه كبيره يعني، فنبتدي نقول مثلا واول حرف دايما كابيتال اهو. حلو الكلام. اهو نبتدي مع بعض تكنولوجي. تمام. لو قلت كده is
very important. انا بمشي على دماغك important، فاحب اقول لحضرتك ان كل ده غلط. حلو. technology is very important. بدات المقدمه كده فاعرف ان انت غلطان. ليه؟ ارجع لكلامي من شويه قايل لك عايزين نعرف مين العروسه، عايزين ندي هوك، عايزين نخطف، عايزين نطلع كل حاجه. يعني دي تكنولوجيا اهي، دي العروسه. نبتدي الاول نعمل ايه؟ خاطف او جذب، نجذب مين دي. بعد كده التعريف، بعد كده الانواع. عندنا كذا شقه يا جدع، تمليك وايجار، الشقه دي مكانها فين. الانواع، عندنا مميزات وعيوب. حلو. عندك بعد كده قول رايك، ودي حاجه مهمه جدا. تمام. طيب في عندنا انواع غريبه جدا من المقالات او انواع من الباراجرافات. الانواع دي عباره عن ايه؟ في باراجراف تلاقيه ايجابي، وفي باراجراف سلبي، وفي باراجراف النص بالنص. باراجراف ايجابي زي بنتكلم عن حاجه ايجابيه، الاقتصاد، الدوله، الحاجات اللي هي الايه فيها كلها ايجابيات، مفيش فيها حاجه سلبيه. حاجه سلبيه زي التلوث، زي الجلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري، زي في حاجات تانية بين البنين زي الفلوس، الماني، زي التكنولوجيا، زي الانترنت، زي التليفون. دي بينها مميزات ومنها عيوب، ودي الكلام ده بنعرفه مننا. فاذا ان احنا عرفنا الهوكايه دي او الحاجات دي كلها، فاذا اللي انا عملته ده كله ملوش لازمه. نبتدي بقى الباراجراف مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول مثلا imagine، يعني تخيل. تمام. that you were born، تخيل ان انت اتولدت in مثلا 2000 BCE. تمام. with no technology. يعني ايه؟ تخيل ان انت اتولدت في سنة 2000 قبل الميلاد من غير تكنولوجيا. تمام. so لذلك تكنولوجي اهو، ده انا بكتب على مخك انت مش مخ انا. technology is very important اهو، انا بكتب معاك important. ممكن اشيل كلمة it's very important، so دي شيلها. ممكن اكتب ايه؟ essential، ضرورية. تمام. is essential is very important. تمام. in every part in our life. حلو الكلام. يعني كده ده المقدمه. تخيل ان انت اتولدت في سنه 2000 قبل الميلاد من غير تكنولوجيا، عشان كده التكنولوجيا شيء مهم جدا في حياتنا او في كل جزء في حياتنا. تمام. ابتدي الاول بقى اقول لا يا باشا ان التكنولوجيا دي تكنولوجي. تمام. اهو نقول مثلا اهو technology is a double edged weapon. نقط. it has، تمتلك. تمام. advantages like، زي، عندها مميزات زي. تمام. it مثلا ما بقول في دماغك ايه المميزات بتاعت البتاع؟ it makes our life easy. تمام. خلت حياتنا سهلة. تمام. we can find job، ممكن نلاقي وظيفة. تمام. by it from our home، ممكن نلاقي وظيفة من بيتنا بسببها. طيب ايه تاني؟ اهو we can، نقدر. تمام. shop او نقدر تمام. او we can make shopping، we can shop online from our home. نقدر نعمل كده. ايه تاني؟ ها ايه مميزاتها؟ نقدر نلاقي وظيفة، نقدر خلت حياتنا اسهل. ايه الكلام ده كله؟ it makes the world، جعلت العالم like، مثل. تمام. a small village. نقطة. طيب it also أيضا أهو has، تمتلك this advantages like it makes us lazy، جعلتنا ايه؟ كسالى. تمام. it can harm our brain and our body. تمام. دي حلو. هنكتب الباقي هنا اهو. بعد كده اهو it can also harm our brain
harm our body. ايه تاني؟ ها ايه العيوب بتاعتها؟ ها ايه تاني؟ some people use it to kill other people. بيستخدموها كده نقط هنا etc. وممكن تعمل هنا حركه جميله جدا اهو villages it، او ممكن نحط هنا اهو، ممكن نعمل ثانيه واحده كده الشيب دي كده اهو. حلو اهي اي تي سي، هقول لك ليه دلوقتي. بعدين اي تي سي خلصت المميزات والعيوب والكلام ده كله، راح قايل في الاخر بص احنا كتبنا كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6، وكده كده السته دول بالنسبه لنا عندك في الكراسه كانهم 11 ولا 10. تمام اهو use it to kill people اي تي سي. طيب بص بقى الحته اللي جايه دي كده، احنا قلنا الناس لها ذو حدين وان احنا مميزاتها وعيوبها والكلام ده كله. قلنا في الاخر in my opinion في رأيي اهو we should use it in a wise way to benefit from it. راح دماغك. طيب تعالوا بقى نطلع حاجه كده مع بعض في الباراجراف ده. انا كده كاتب باراجراف والله على قد سنك، احنا ايام ما كنا في الكليه نقول نكتب بال3 4 10000 كلمه فالطبيعي يعني، بس احنا بنقول ايه على قد سنك بس دلوقتي. ركز هنا مسافه، سبت ايه؟ مسافه كلمه واول حرف كابيتال. امشي معايا بص، وهنا ثانيه واحده بس، هنا في ايه؟ بص هنا في نقطه. الحروف اللي هي الاختصارات زي مثلا AM الصبح مثلا، PM الاختصارات، ها UAE ها اللي هي الامارات العربيه المتحده، تمام، ARE مصر، ARE. الحاجات دي كلها لاحظ ان انا عملت ايه؟ الحروف بتاعتها بتبقى كابيتال وفي النص دوت. طيب كمل كمل كمل، هنا ايه؟ كوما. هنعرف ليه دلوقتي عشان في كلمه سو، وهقول لك دلوقتي. هنا في ايه؟ فول ستوب. هنا دي اسمها كولن. هقول لك ليه كل ده. ثواني. فول ستوب، انا مش معاك واحده واحده بس. ها هنا كوما، هنا كوما، هنا فول ستوب، وفي هنا نقط. بعدين خلي بالك واحده يقول لي طب هنا في لايك وهنا لايك، هقول لك ايه الفرق بين الاثنين دلوقتي. كوما مش معايا بس واحده واحده. كولون، ها كوما، بعدين كوما، بعدين هنا فول ستوب، فول ستوب، هنا في نقط، تمام، هنا والكلام ده كله. طيب بص يا معلم، احنا اتفقنا مع بعض بنسيب مسافه كلمه، اول حرف بدايه كل كلمه كابيتال. الحاجات اللي انت شايفها دي كلها، الفول ستوب والحاجات دي والكوما واللبلبلب والحاجات دي كلها، لو الراجل بيحط الامتحان شاف الكلام ده مش تعمل الكلام ده هينقصك ممكن درجتين. هو الامتحان لو انت جايب 10 من 10 هيديك 8 من 10، لان الحاجات دي مهمه قوي. طيب احنا اتفقنا مع بعض اول درس نتعلمه ان الحروف الكابيتال بنسيبها كابيتال زي ما هي لانها اختصارات، بنخليها كابيتال وبالنص ايه؟ دوت. دي كولون. الكولون دي بنستخدمها ليه؟ هقول لك انا. بنستخدم الكولون دي اللي هي النقطتين دول كانك مثلا في اللغه العربيه تقول ايه؟ كالاتي، وتروح عامل كده. عندنا في الانجليزي مثلا نقول لك ايه؟ لايك، مثل، وروح عامل ايه؟ الحركه دي. طيب لما بتيجي تعد كذا ايتم بنعمل كوما 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 واخر اتنين نحط اند؟ لا مفيش الكلام ده. بص ركز بقى في اللي هيحصل ده. في عندنا حاجه اسمها ايه؟ بص في عندنا حاجه اسمها فان بويز. ايه ده؟ فان بويز يعني الاولاد الفانز اللي هم بتوع المشجعين. لا، فان اف 4 اي اند ان نور بي نور بي بط او اور واي يت اس سو. كل دول بيجي قبلهم كوما. واحد يقول لي ايه ده؟ يا اند بيجي قبلها كوما؟ هعرفها لك دلوقتي. انا بحب العب اللعبه دي ونفهمها مع بعض. مثلا واحد مات، والراجل لما مات ده ساب 300,000 جنيه. حلو الكلام، مات وساب 300,000 جنيه. قال لك ان جينو ابنه وعلي واحمد هيورثوا. راح الواد جينو ده اهو ضلالي، وكل محامي ضلالي. راح المحامي الضلالي ده عمل ايه بقى؟ المفروض كل واحد ياخد 100,000. المحامي الضلالي عمل ايه؟ قال لك لا جينو كوما علي، وراح عامل جاي اهو. قال لك ايه؟ خلي بالك بس من اللي جاي دي. قال لك
and احمد وقبلها ايه كوما. ده كده محامي مش ضلال. الضلال اللي بقى يروح عامل ايه؟ عامل كده. تمام؟ ثانيه واحده بس عشان ايه ما ندخلش كله في بعض. اهو يا عم and وراح حاطط ان اهو كوما. لا ثانيه مش هقطع حاجه بس كده. ده كده جونو ضلالي. راح العيال دول رافعين قضيه وقال لك لا يا عم كده ده ضلالي. فراح كسبوا القضيه. فبقت القاضي حكم كالاتي. القاضي حكم كالاتي قال لك ايه؟ جينو كوما وكوما. كده يا معلم لو كده على الحسبه دي ان الاثنين دول هياخدوا 150,000 والباشا ده 150,000. الحسبه دي بقى دول ده 100 وده 100 وده 100 قد النمله وتعمل عمله الكوما. ايه الفرق؟ ان كلمه كوما لما بتيجي قبل الاند معناه ان ده لوحده وده لوحده وده لوحده، انما الاثنين مع بعض كده من غير الاند معناه ان الاثنين دول واحد اصلا. طيب دي نفهمها ازاي؟ بتيجي في الامتحان ازاي؟ او بنكتبها اصلا ليه؟ يقول لك مثلا I went to school. انا رحت المدرسه. and I met my friend. يعني انا قابلت صاحبي. حلو حلو. في كلمه ايه؟ and ما دام فاصله بين جملتين فمنها ايه؟ بنحط قبلها كوما. وانت عارف ايه لازمه الكوما؟ مش عشان تفصل بين الجمل. الكوما عشان نهدى ناخد نفسنا، زي عندنا في القرآن الكريم حرف الجيم الميم اللي هي الوقفات دي. يعني تعالى كده نقرا مع بعض. يقول لك مثلا ايه؟ technology is not able to even it has also advantages like it makes our life easy we can find job. انت مش جاي تسمع هنا. ممكن يقول لك ايه؟ it makes our life easy we can find job by it from our home we can shop online from our home it makes the world like a small village. شفت انا عملت ايه؟ هديد. فاذا الكوما بتبقى ايه؟ بنحطها قبل الايتمز او قبل الحاجات عشان تهدى في الكلام شويه يا ابو شاي. فدي نقول من تاني اهو الحاجات دي كلها بيتحط قدامها كوما في حاله الفصل بين جملتين. لما بتفصل بين جملتين انت كده بتقول رايك. واهم حاجه تقول رايك. الراجل اللي في الامتحان لما بيجي يعلم لك مثلا بقول ايه؟ علي احمد وبعدين مثلا كتبت جينو. تمام. ورحت عامل كده. تمام. اول حاجه جيت انا عليها دي مع ان انا كاتب جينو غلط وكاتب دي غلط وكاتب احمد باليو. هو الراجل اللي بيحط او الراجل اللي بيصحح الامتحان اول حاجه عينه بتيجي عليها بشخبطه. قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ما دام كتبت المقدمه صح والدكاتره بتوعنا والخاتمه كويسه كاتب ان ماي اوبينيون وفي النص نيلت الدنيا حتى لو بتاعه عامل علامات ترقيم كويسه من غير ما تشخبط بيبقى مثلا هتجيب 10 لا ممكن يديك 9 8 ونص. انما لو انت مشخبط منيل الدنيا ويروح عامل لنا كده انظر صاد 3 انظر 25 قصاد ايه يا اسطى؟ ما تعملش كده. تمام يا